شهادات الحضور بقى. نبدأ مثلا بأستاذ محمود يسري. بداية بحيي الأستاذة سوزان على اختيارها وأشر بكثير حضورها في النشر. أتمنى لها الحاجة الثانية ديوان الشعر وسنين، أنا ما قريتوش في شكله الحالي لسه، لكن بالتأكيد قريته قبل تجميعته. المسألة إن الأستاذ سمير يعني في صفات خاصة بيه واضحة أوي، زي مسألة الغزارة. في غزارة في الأعضاء الإبداعي سريعة جدا وغنية جدا وغامرة ومشبعة. في تنوع واسع جدا في الموهبة الإبداعية، بتبان في تنوع الأجناس اللي بيكتب فيها من شعر لرواية لقصة لمسرحية، ومجال فنون الطفل وثقافته وأدب الأطفال اللي كتب فيه برضه في كل أشكاله. الحاجة الثانية إنه بيتميز إنه شاعر مهموم وأديب مهموم ومبدع مهموم، مهموم الوطن ومهموم الشعب، وتعجن بعرق الشعب ده وبشكله ومعاناته وعاشها عن قرب، فعبر عنه تعبير صادق قوي وبيلمس شغاف القلوب، بيوصل بسهولة وبيدي عناء. تمثل الثقافة الشعبية بشكل قوي جدا، استوعبها كويس قوي واتعجب بيه، فطلع شعره وكتابته عبر فعلا عن ثقافة هذا الشعب وعن هموم هذا الشعب وعن آمال هذا الشعب بمنتهى الصدق ومنتهى الشفافية. في تجربة نمطية واسعة جدا وطويلة جدا وكانت صادقة جدا، وبيميزها النقطة اللي انت لمستيها وسألتيه فيها، مسألة النقد الذاتي. نادر لما بتلاقي حد يمارس مسألة النقد الذاتي، ده دليل الثقة في نفسه ونتيجة الصدق والإخلاص في الممارسة وفي العلاقات وفي المواقف. يعني ده كده بشكل عام ملاحظات سريعة. طبعا يستحق إن احنا نقول فيه كتير قوي، ويستحق دراسة فنية معمقة واسعة، بس ده مش مجالها لسه الحقيقة. ونأمل في المستقبل إن إخواننا النقاد يهتموا بالقيمة الفنية والإبداعية العالية جدا، ثرية جدا لإبداع الشاعر الجميل سمير. نشكر حضرتك يا أستاذ محمود. يا ريت يتبعوا بقى الجانب التشكيلي الراقي للأستاذ محمد الشرقيني وشهادته عن الشعر وسنينه. اولا انا بشكر حضرتك على استضافه حاج الجامعه الكريم واستضافه الاستاذ سمير. بشكر الاستاذ سمير على اتاحه الفرصه ان احنا نتعرف الى احد الجوانب المهمه من اعماله. انا الحقيقه اللي اثرني كمان الاستاذ سمير مش بس ابداعه الفني، لكن ابداعه الشخصي او الانساني. هو رجل نقدر نقول عليه رجل جميل ومميت سنسيب. يعني انا بلخص تعريفه في هذه الجمله الصغيره، لكن الحقيقه هو يذوب عشقا الوطن، سواء قرات اعماله الصغيره في الجوائز او قرانا اعماله في الدواوين، لكن هذا العشق بياتي بالممارسه، فهو مثقف عضوي مستمر دائما في العمل.
حتى وهو ما بيكتبش، هو بيتعامل يوميا مع الناس ولم يتغير. يعني راينا مثقفين في نفس عمره وفي نفس سنه وشعراء زملاء وانتقلوا نقله نوعيه في حياته. هو الحقيقه ما زال يمارس حياته وكانه في بدايه حياته. بيتعامل مع الناس، بيركب المواصلات العامه متعمدا، بيقعد في المقاهي البسيطه، ما زال يقعد في الاتيليه، بعكس بعضهم ما بيشوفوش خالص وبيعتبروا الاتيليه ده مكان. فهو متصل ومتصل بالناس وبالمجتمع يعني. وبرضه اثناء ثوره 25 يناير ورغم السن ورغم المتاعب اللي كانت بتواجهه، لانه كان متواجد بشكل دائم في ميدان التحرير من يوم 25 لغايه يوم 12 الصبح على قدر ما يستطيع. فانا الحقيقه هو تجربه سريه تستحق النظر والقاء الضوء عليها. انا سعدت بالاقتراب منه في السنه الاخيره دي اقتراب شديد، والحقيقه اليوم اللي بيعدي ما بشوفوش بحس او بطمن عليه بحس ان في حاجه ناقصه، لانه انا بحب قوي الانسان يفضل على طبيعته مهما تغيرت الظروف. هو رجل صادق مع نفسه قوي، بتمنى له طبعا ان يستمر قويا وان يستمر عطاؤه دائما ويمتعنا. وبشكر بارك سيس على هذا الديوان العظيم الذي يعني بيبين زي ما الاستاذ محمود ان في جديه في التناول وجديه في العطاء. شكرا للحضور جميعا. بس في سؤال مهم كنت عايزه برضه اساله لحضرتك. هل استفز شعر الاستاذ سمير عبد الباقي المبدع فيك فرسمت له حاجه؟ لان انا لقيت نفسي عاجزه عن ان انا استلهم منه لوحه. لا هو انا مش من كتر الفيضان اللي هو طول الوقت. لا هو انا كسلان ما بشتغلش، لان في امور اخرى. لكن انا اعتقد ان اول معرض هيجي هتلاقي اثار موجوده. يعني ما اعتقدش ان انا بالذات هو حته معينه اعملها، لكن ممكن تلاقي اثر العلاقه واثر الاضطراب ممكن يظهر في احد الاعمال اللي جايه في اول معرض ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. استاذ اشرف الشاعر الجميل. الكلام عن عم سمير كلام يعني عايز 50 محور، لان هو اكثر الشعراء اختلافا عليه، اكثر الشعراء تورطا مع نبض اللحظه السياسيه والاجتماعيه في مصر، اكثر الشعراء انتاجا، اكثر الشعراء تواجدا بين جموع المثقفين والسياسيين. دي كلها عملت برأيي حالة نادرة في كتابه آخر حدود الزجل بيجمع سمير عبد الباقي كل شعره أو كل ما كتبه من سجل. في هذه التجربة التي لم أقرأها بس فهمت منه دلوقتي إنها بتجمع كل آراءه في الشعر وكتاباته عن الآخرين. الإشكالية أن الأداة الوحيدة التي يعلمها سمير عبد الباقي هي الشعر، ولأنها كذلك فهي داخلة في كل تفاصيل الحياة بمعناها الشخصي ومعناها الموضوعي ومعناها الفني. من هنا تكمن الخصوصية الفريدة، ومن هنا أيضا تكمن الإيجابيات، ومن أيضا تكمن بعض السلبيات. سلبيات زي إيه؟ بمعنى أنه في هذا الزخم الطويل جدا اللي أراد به فيه دائما أن يسجل علاقته بمفردات الدنيا وبالدنيا، غصب عنه كان يأتي الأمر على غير الفن اللي هو عايزه، بس يأتي الأمر على الرسالة السياسية، الرسالة الاجتماعية، الرسالة الإنسانية التي يحملها سمير عبد الباقي من جواه واللي عايز يوصلها للدنيا وللناس إلى آخره. وبالتالي ظلم فنه أحيانا. لما نيجي نتكلم على خصوصية اللغة خلال 3 عقود الماضية أو 4 عقود تقريبا أو 5 عقود، لم يكتب أحدا زجلا بهذه العزوبة، برغم أن هو سمير عبد الباقي شاعر كبير جدا
على صعيد الشعر غير الزجل. طيب سمير عبد الباقي يستطيع ان هو يتحول من خلال 50 سنه الى محترف شعر بدرجه هاوي عظيم، وانا اعني الكلمه على فكره، يعني محترف كتابه بدرجه هاوي عظيم، لان حتى هذه اللحظه هو يقدم، يعني الشماريخ تقريبا لسه مستمره او طبعا يعني يقدم التجربه اللي بدات تتعمل في السبعينات وما قبل من الماستر لغايه اللحظه دي، هو يتعامل بروح الهاوي، بس هو مش بروح الهاوي، بوسائل الهواه بهدف الاحتراف او من كثره الاحتراف، لانه عايز يوصل رساله، احتراف السياسه، احتراف الابداع، الاثنين معا، احتراف الشعر، احتراف العمل السياسي، الاثنين خلوه في نقطه الهوايه المطلقه اللي هي بتجيب فن رائع وجميل. تحياتنا الجميله الله ما أشرف أنت